السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة بقى إن شاء الله هنعمل ورقة فراخ بخضار مشكل زي العسل، تنفع لمناسبات، تنفع لي تكون على سفرة رمضان إن شاء الله. ربنا يعوض عليكم باليمن والخير والبركات، وبتبقى طعمها زي العسل. في ورقة لحمة، لا إن شاء الله النهاردة هنعملها بورقة الفراخ. إن شاء الله نعمل ورقة خضار مشكل بالفراخ، وإن شاء الله بمقادير سهلة وبطريقة إن شاء الله يا رب تعجبكم، وحاجة بقى في منتهى الجمال وبتبقى جميلة جدا جدا. أول حاجة حبايب قلبي، جبت بولة معانا 3 بصلات متقطعين مكعبات أو مبشورة أو مضروبة في الكبة اللي حضرتك تحبيه. حطيت عليهم معلقة فلفل أسمر، وحطيت دول كان بهارات مشكلة، حطيت معلقة إلا ربع، ودي كانت معلقة بهارات فراخ من أي عطار طبعا بتجيبيها، بتدي طعم وتست حلو. وحطيت معلقة إلا ربع 7 بهارات، ودي كانت واحدة ماجي فركتها وحطيتها. وحطيت حبايب قلبي معلقة كبيرة توم إن شاء الله. وبعد كده هنخلط كل المكونات دي لازم بإيدينا. لبست الجوانت اهو، لازم نخلطها كويس جدا. وبعد ما خلطتها بقى حبايب قلبي، احنا هنسين اهم حاجة الملح، كلنا بننسى، مفيش اي مشكلة. فحطيت ان شاء الله معلقة كبيرة ملح ان شاء الله، عشان هقول لكم هنعمل ايه. ولازم نطلع السوائل من الثلاث بصلات دول اللي هم الوسط، او ممكن عند حضرتك 2 كبار مفيش اي مشكلة. واول ما تطلع السوائل كده، ناخد بعد ما ندعكهم كويس جدا جدا، ناخد نص الخليط ده ونحطه على جنب. ليه يا ام مكة؟ ان شاء الله هقول لحضرتك. هنا كان معانا فرخة متقطعة 8 قطع ومغسولة كويس جدا ومتصفية في محلول النقع وزي الفل. هنحط بقى نخلط بيها النص الاولاني حبايب قلبي عشان تديها نكهة وطعم مختلف جدا عن كل حاجة نحطها على بعض وندخلها الفرن. لا، إن شاء الله النهارده هنعمل ورقة فراخ بالخضار مميزة وطعم وريحة مفيش إن شاء الله بعد كده، وإن شاء الله تدعوا لي دعوة حلوة. هنا بقى هنحطها كل نص الخليط اللي هو البصل بالتوابل بتاعته. وهنا بقى الخضار عندي ده كان كيلو ونص بطاطس مقطعاها نص حلقات كده. وكل الخضار يبقى نفس التقطيعة. معانا 3 جزرات، ومعانا 2 فلفل ألوان، وواحدة بس بصل عشان احنا حبايب قلبي مبشرين البصل، بس انا قلت تديها تطعيمه. كله نفس التقطيعه. ومعانا 3 طماطم برضك مكعبات، هنحط بقى عليهم نفس النص الخلطه التاني اللي هي بتاعت البصل والتوابل اللي احنا دعكناهم وطلعنا منهم الميه. ونحاول بالراحه كده، عشان انا كان عندي دي كانت اكبر حاجه، اللي هي الحله دي اللي هي الاستانلس دي، أو الطبق ده حضرتك عندِك حاجة كبيرة. فبالراحة كده نخلطهم مع بعض لغاية ما كل المكونات إن شاء الله تخُش، أو حضرتك تفرُكيهم كويس جدًا. بتدّي طعم كويس جدًا، وبتدّي نكهة، وبتتبِّل لنا الخضار، وما شاء الله عليها بتكون زي العسل. هنا تبِّلنا إن شاء الله كل الخضار بالنُص كمية البصل التانية. وتعالوا بقى نشوف هنعمل إيه حبايب قلبي مع بعض. هنا بقى عندنا طريقتين، ممكن تجيبيها وتحطيها كلّها على بعض، بس أنا كده هاعمل إيه، دلوقتي هنسوي الخضار هندّي له صدمة 10 دقايق. أنا حطيت حبّة 4 معالق زيت ومكعب زبدة كبير علشان أسرّع عملية السوا في الفرن. هنحط بقى ما شاء الله الطاسة دي كانت أكبر حاجة عندي، فحطيت نُص الكمية و10 دقايق حبايب قلبي. وبعد كده إن شاء الله هنحطه على الورق الزبدة وورق الفوم. وبعد كده هنكمّل النُص التاني. ليه يا أم مكة عملتِ الخطوة ديًّا؟ علشان حبايب قلبي نسرّع السِوَى في الفرن وما تاخدش معانا وقت طويل. بنقعد نشوّح فيها بقى كده، والريحة يا بنات ما شاء الله عليها تحفة وفي غاية الجمال. إن شاء الله تجرّبوها وتعجبكم، وتغيير عن البانيه بقى والمكرونة، وتغيير عن الأكل بتاع كل يوم. كل يوم عندنا حيرة في الأكل. جِبت بقى هنا حبايبي عقبال ما كانت بتستوي شوية، جِبت بقى صاج عشان أحطها، وحطينا الورق الفوم الأول، واحدة بالعرض وواحدة بالطول، علشان حبايب قلبي هنحط فيها إن شاء الله الخضار
الفراخ إن شاء الله، وحطيت بعد كده ورقة زبدة علشان ما ينفعش نحط حاجة مباشرةً على ورق الفوم. هنا بقى خَد 10 دقايق يا بنات، هنا 10 دقايق بالضبط إن شاء الله، ودول بقى بُصّوا والطعم بقى والزبدة بقى والزيت ما شاء الله، وكانت الريحة في منتهى الجمال. إن شاء الله يا رب تعجبكم. وهنحطهم بقى فين؟ إحنا بقى هنشيل أهو من على النار، وهنحطهم زي ما قُلنا في الورق الفوم وورقة الزبدة. دي أول حبّة أنا سويتهم، وبعد كده الحبّة التانيين عشان زي ما قُلت لكم دي كانت أكبر طاسة، برضُك حطينا حوالي 3 معالق زيت ومكعب زبدة، وحطيت عليهم بقى كل الخليط بقى بكل الخلطة الجميلة دي اللي إحنا عملناها في الأول. وما شاء الله برضُك 10 دقايق بقى، وإن شاء الله نحطهم على التانيين، وهاقول لكم نعمل إيه حبايب قلبي. الريحة بقى في منتهى الجمال بقى، وإلا إن شاء الله أمّا تخش الفرن حاجة بقى تحفة وحاجة خفيفة وحاجة juicy كده. بُصّوا حطيت بقى الكمية التانية أهي إن شاء الله، وتعالوا بقى برضُك ندّي صدمة للفراخ. ليه يا أم مكة؟ عشان زي ما قُلنا حبايب قلبي تقلِّل معاكم وقت السِوَى في الفرن. أنا فرني ما فيهوش timer، أنا فرني عادي الحمد لله رب العالمين على كل اللي يجيبه. ف ل يعني هاسيبها مدة طويلة هتقعد في الفرن. لأ، أنا كده الطريقة دي باعملها علشان ما تقعدش مدة طويلة، بيبقى والأولاد بقى كلّهم جايين من الدروس وتعبانين وبيبقى عايزين بقى إيه، ياكلوا ومستعجلين على الغدا. فبُصّوا أول ما تاخد اللون الأصفر ده الدهبي، إن شاء الله هنقلب كل قطعة كده برضُك حوالي 10 دقايق، وباقفّل منها كمان إن أنا باقفل المسام بتاعتها، وبادخّل كل التطعيمات والتوابل اللي أنا عملتها في خلطة البصل في الأول والثوم وكل النكهات الحلوة دي تخش فيها. عفوًا. أول ما خدت اللون الدهبي حبايب قلبي برضُك هاحطها بقى على الخلطة الجميلة، علشان حبايب قلبي إن شاء الله نحطها في الفرن. خدت معاكِ كام يا أمّو مكة؟ خدت معايا ساعة في الفرن بتاعي من غير timer. عند حضرتِك timer ممكن إن شاء الله تعمليها على 180 درجة هتقعد معاكِ ساعة، وبعد كده تفتحيها بعد الساعة آخر 10 دقايق حبايب قلبي نحطها تحت الشواية. بُصّوا بقى أنا هنا نزّلت الفراخ أهي، وكل الخلطة بقى اللي هي في الطاسة إن شاء الله نفضّيها عشان دي بقى كل الجمال بقى وكل الطعم وكل الحلاوة بيبقى فيها إن شاء الله. فإحنا هنحط بقى كده الفراخ أهو، وهنحط الخلطة اللي هي نزلت منها، علشان بقى طعم بقى إن شاء الله يبقى تحفة معاكِ، وأحلى ورقة لحمة بقى وادّيها صدمة الأول وإن شاء الله يا رب تعجبكم. زي ما قُلت لكم حبايب قلبي لو حضرتِك عندِك timer على 180 تقعّديها ساعة إن شاء الله وتقفليها كويس. دلوقتي هاوريكم القفلة بتاعتها، وبعد كده آخر 10 دقايق تحطيها على الشواية بس عشان أنا هاوريكِ دلوقتي هنفتح عليها بعد ساعة. طبعًا الفراخ ما بتبقاش متحمّرة لإن إحنا قافلين عليها، بندّيها بس تحميرة تحت الشواية ونطلّعها حبايب قلبي. بُصّوا قفلت بقى بس الزبدة كانت قصيّرة معايا فجِبت ورقة تاني، وبعد كده بنغطّي بالسلوفان كويس جدًا. ليه يا أم مكة؟ علشان هي دي العامل بتاعها اللي هتساعدها إن هي تستوي في الفرن وتاخد كل السخونية والخضار والفراخ يا حبايب قلبي يستووا. بألف هنا وشفا، وكانت أحلى وأطعم صينية فراخ بخضار المشكل، وولادي بقى كانوا فرحانين وبالهنا والشفا، وكانت زي العسل. زي ما قُلت لكم بقى خلّصت كده أهو وغطيتها كويس جدًا. الورقة معاكِ قصيّرة زي ما حصل معايا غطّيها بورقة كبيرة. لايك بقى ومتابعة لأم مكة أهو، أحلى لايك. هنا بقى حبايب قلبي إن شاء الله نعمل شوية رز بالشعرية. حطيت حوالي 3 معالق زيت ومكعب صغير جدًا زبدة. أنا بصراحة باحبها بالزيت بس باحط حتة زبدة تطعّمها. وكان معانا ربع كيلو شعرية هنحمّرها كويس جدًا، ونحط دلوقتي عليها حبايب قلبي رشة ملح عشان بتخلّيها بتوحّد لونها وبتسرّع عملية السِوَى. شعراية بس إحنا لسه مش هنحيّق. وأول حبايب قلبي ما نشوّحها وتاخد اللون الدهبي إن شاء الله هنغسل الرز كويس. بُصّوا هي كده اتحمّرت أهي وزي الفل. هنغسل بقى الرز، كان معايا كيلو إلا ربع رز وصفّيته، ونحط بقى نضبّط الملح بتاعنا عشان إحنا كنا بس بنحط رشة في الأول. حوالي حطيت معلقة إلا ربع كبيرة، وحضرتِك برضُك لو احتاج إن شاء الله يبقى حطّي له لمّا تدوقيه لمّا تحطّي له المَيّة. أهم حاجة يا حبايب قلبي في الرز إن إحنا نشوّح كويس ونفلفله زي ما بنقول عندنا كده في مصر، نفلفل الرز. ليه؟ عشان كل رزاية تشرب معاكِ مَيّة وما تطلعش معجنة. نسقي بقى لغاية
كوباية مَيّة عادية خالص لغاية المقدار الرز، وباحط شوية صغيرين لإن بيبقى في رز بياخد مَيّة كتير، وفي رز ما بياخدش، فأنا عارفة إن نوعية الرز دي حطيت له حبة صغيرين زيادة تأكيد، وبعد كده هنغطي عليه. أول ما يتشرب نطفي عليه، وبعد كده حبايب قلبي نسيبه يستوي. هنا بقى بعد ساعة حبايب قلبي كنت طلعتها باوريها لكم، كانت ما شاء الله عليها كله استوى، بس طبعًا الفراخ مش واخدة لون. بُصّوا فتحت لكم أهي ما شاء الله عليها، والريحة يا بنات كانت ما شاء الله، ما شاء الله في منتهى الجمال، كانت معبية الشقة. جربيها واعمليها وخفيفة وسهلة وسريعة وحاجة بقى تحفة، تحفة. والروايح ما شاء الله عليها لا حول ولا قوة إلا بالله. بُصّوا كان كله مستوي، بس طبعًا زي ما قُلنا إحنا عايزين بقى نحمّر الفرخة تحت الشواية آخر 10 دقايق حبايب قلبي. ضبّطتها بُصّوا بنفتح كده بقى أهو، وبنحطها بقى تحت الشواية مرة تانية. وإن شاء الله بعد ما خلّصت بقى، هنا بُص الرز بقى كان خلاص استوى وكان مفلفل ولا في حاجة متعجنة. غرفت لكم حبة، وورقة اللحمة أنا ما باحمّرهاش زيادة عن أوي، عشان أنا الفراخ آسفة، عشان أنا مش باحبها محروقة أو مقرمشة، عشان ولادي ما بيعرفوش ياكلوها، فيا دوب خدت لون دهبي كده وطلّعتها. بُصّوا بقى باقطّع لكم حتّة، حاجة بقى يا بنات ما شاء الله عليها. ولادي بُصّوا كانوا بقى: "يا ماما أنتِ بتعملي إيه في الأكل؟ تحفة، تحفة، تحفة." يالّا اشتركي في القناة وقولي لحبايبِك على قناة مطبخ مكة، علشان يوصلِك كل جديد بكل مصداقية وكل حُب. حطينا حبايب قلبي شوية رز، وعليهم بقى شوية صوص بقى من اللي نازل بقى، اللي هو بالتوابل بقى، منكّه بالتوابل وبالزبدة وحاجة بقى تحفة، تحفة. وحطيت لكم بقى حتّة فرخة أهي، وهي حبّة خضار بقى ما شاء الله عليها، تحفة، تحفة. واتفضلوا معايا حبايب قلبي، وربنا يكرمكم يا رب، ويكون عندكم الخير والسعد والهنا كُلّه، وتكون يا رب السنة الجديدة كده إن شاء الله تيجي عليكم بكل فرح يا رب، وبكل أمنية أنتم بتتمنوها إن شاء الله تتحقق. بُصّوا حبايب قلبي أنا غرفت لكم حبة ترش، اتفضلوا معانا. وكان اليوم الحمد لله اتقضى، وألف هنا وشفا لكل اللي كَل حاجة. يالّا بقى ما تنسونيش بقى في دعوة حلوة إن القناة إن شاء الله تستمر وتكون فتحة خير عليَّ، وإن شاء الله جربيها وابعتي لي في الكومنتات، الكومنتات بتفرحني. وأشوفكم حبايب قلبي إن شاء الله في وصفة جديدة من مطبخ مكة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.